السلام. الفيلم ديالنا كيبدا في وقت الحرب العالميه الثانيه مع ولد صغير سميتو انكيس. هاد انكيس كيبغي البحر ولكن كيخاف يقرب منه حيت ديما كيتخيل راسو غارق وما كاينش اللي عاتقو. وهو عزيز عليه يجمع القواقع البحريه كيف كان كيجمعهم مع باه فاش كان صغير. وفي واحد النهار انكيس غيلقى واحد الحجره كبيره ولكن الوزن ديالها خفيف، فقرر ياخدها معاه. فهاديك اللحظه غتجي الام ديالو وغتعيط عليه باش يرجعوا للدار. انكيس غيمشي للمخزن باش يحط فيه الحجره اللي لقاو القواقع اللي جمع. فغيبدا يكتشف في الحجره وغيلقاها كتكسر واللون ديالها من الداخل غريب. شويه غتعيط عليه الام ديالو عاوتاني، فغيخلي الحجره تما وغيرجع للدار. من بعد شويه غنشوفو بلي الحجره كتحرك. الليل انكس غيشوف بلي الباب ديال بيت الخزين تفتح بسبب العاصفه، فغينزل باش يسدو. وملي غيدخل لبيت الخزين غيشوف بلي الحجره مهرسه. في نفس الوقت غيحس بلي شي حاجه كتحرك، فبدا انكس كيقلب على مصدر الحركه حتى غيلقى واحد الكائن صغير. انكس غيحاول يقيسو ولكن الكائن الصغير خاف وحاول يعضو. فمشى انكس كيجري للكوزينه وخدا من ناموس وبطاطا. من بعد رجع لبيت الخزين وبدا كيقطع ديك البطاطا للكائن الصغير باش ياكلها. وداكشي اللي وقع، الكائن الصغير بدا كياكل في البطاطا. وانكيس عاوتاني حاول يحط يديه على الكائن، وهاد المره الكائن الصغير خلى انكيس يقيسو، ولكن انكيس غيشوف بلي الكائن مجروح. فمشى بالزربه جاب الشنطه ديال الاسعافات وعالج الجرح ديال الكائن الصغير. من بعد رجع للدار. الغد لي انكيس غيفيق على صوت ووصل الجيش للدار ديالهم. غيجي لعندهم الضابط توماس وغيقول لهم بلي الجيش غيبقى في الدار ديالهم في هاد المده ديال الحرب. انكيس غيمشي للمكتبه ديال با وغياخد منها الكتوبه. من بعد غيمشي لبيت الخزين باش يطمئن على الكائن، ولكن غيلقاه كياكل في الصباط ديال باه. انكيس عرف بلي الكائن فيه الجوع، فمشى بالزربه للكوزينه وخدا الماكله اللي شايطه. من بعد عطاها للكائن الصغير باش ياكلها. فهاديك اللحظه غيقرر يسميه كروزو على نفس الاسم ديال المؤلف الكتاب المفضل عند باه. من بعد غياخد انكيس الكتاب وغيبدا يقلب على النوع ديال كروزو ولكن ما غيلقى والو. من بعد ملي غيكمل كروزو الماكله، انكيس غيقيس الجلد ديالو وغيلقاه ناشف ومحتاج للماء. فهاديك اللحظه غيحطوه في السطل وغيكب عليه الماء. فغيلاحظ بلي كروزو فرحان ومستمتع وغيبدا انكيس يهتم بيه ويلعب معاه. وفي واحد النهار انا غتكون كتقلب على ولدها في بيت الخزين، وتما غتلاقى بلويس الخدام الجديد. فغطلب منه ينظف بيت الخزين حيت شاكا بلي ولدها مخبي فيه شي حيوان، وخا هو ممنوع عليه يربي حيوان في الدار. وداكشي اللي وقع، لويس بدا كينظف في بيت الخزين. شافو انكيس هز السطل اللي كان فيه كروزو، ولكن كروزو ما كاينش فيه. فمشى لعندو وسولو شنو كيدير في المخزن ديال باه. لويس قال ليه بلي كينظفو حيت مو قالتها ليه. الليل انكيس خرج كيقلب على كروزو في كل بلاصه. في نفس الوقت غيكون كروزو في الدار، وغنلاحظوا بلي الحجم ديالو كبير. شافوا الكلب ديال الطباخ وبدا تابعو، والكوزينه غتروم. وحيت الكلب كان مربوط ما قدرش يتبع كروزو اللي هرب للحمام. فهاديك اللحظه انكيس غيسمع ختو كتغوت، فعرف بلي كروزو كاين في الدار. مشى كيجري بالزربه عند ختو باش ما تفضحوش. من بعد شرح لها كلشي، قال لها بلي كروزو ظريف وما كيأذيش ولكن مستغرب من الحجم ديالو. فالاخت ديالو عطاتو وعد بلي ما غتقول حتى شي واحد شي حاجه. غد ليه أنا مشات عند لويس باش تعطيه الحوايج القدام ديال راجلها. فشكرها لويس وقال لها بلي غيشكر راجلها ملي غيرجع، ولكن انا قالت ليه بلي راجلها ما غيرجعش حيت غرقات به السفينه من شحال هادي. وقالت ليه بلي ولدها ما عارفش هادشي. من بعد طلبات منه يمشي يقاد الحمام، وداكشي اللي وقع. لويس طلع باش يقاد الحمام وغيكون انكيس وختو تما. حاولوا يمنعوه باش ما يدخلش ولكن ما قدروش. فغيشوف كروزو غيتخلع، ولكن من بعد غيقول لهم بلي كيشبه الحصان البحر، وهو حيوان اسطوري غير الناس قلال اللي شافوه. وقال لهم بلي هو ذكر وانثى في نفس الوقت. ملي كيكبر كيبيض مره واحده وكيموت. فهاديك اللحظه غتكون انا كتقلب عليهم، فغيطلبوا من لويس ما يقول لامهم والو. خرجوا لعندها وقالوا لها بلي هما كيعاونوا لويس وقدروا انهم يخبيو كروزو. وفي الليل غيكون الجيش كيتعشاو في الدار ديالهم. انكيس غيخرج من الحمام وغيخلي الباب محلول، فغيخرج كروزو من الحمام وغيتبعو الكلب. وغيبدا الكلب يهرس في اي حاجه قدامه باش يوصل لكروزو حتى غيوصلوا للبلاصه اللي كاين فيها الجيش. كروزو غيبدا يجري تحت من الطبله والكلب غيجري فوق منه وغيخسر لهم الماكله كامل. كروزو في هذيك اللحظه قدر يخرج من الدار ويهرب من الكلب وينقز في النافوره. في الصباح لويس غيشوف بلي كروزو الحجم ديالو تزاد، فحطوه في الطوموبيل وخداوه لاقرب بحيره حيت دابا ولا صعيب عليهم يخبيوه في الدار. من بعد ملي انكيس رجع للدار غيلقى بلي مو طلبات من توماس يدربو مع الجيش. وداكشي اللي وقع، انكيس ولا مشغول في التدريبات مع الجيش وما بقاش عنده الوقت اللي يشوف فيه كروزو. حتى لواحد النهار اللي هرب فيه من التدريبات ومشى للبحيره اللي فيها كروزو. جلس كيتسنى يخرج ولكن مع الاسف ما بانش ليه، فاخدا واحد المركب ودخل بيه وسط البحيره. وفي واحد اللحظه غيلقى كروزو موراه، ولكن الحجم ديالو كان كبير بزاف وهادشي بسبب الحوت اللي كلا في البحيره. وغيكون كروزو باغي يلعب مع انكيس بحال شحال هادي، فغيركب انكيس على ظهره وغيمشي بيه وسط البحر. وغيكون انكيس مخلوع بزاف حيت كيخاف من الماء.
ولكن غيتجاهل الخوف ديالو وغيستمتع مع كروزو. حتى غيلقاو قدامهم باللي البحيره محدوده بواحد الشبكه كبيره. المهم ملي غيكملوا اللعب كروزو غيرجع انغيس للشاطئ، وقبل ما يرجع كروزو للماء عاوتاني غيشوفوا سترانغ. من بعد انغيس ملي رجع للدار بدا كيعاود لختو لويس على داكشي اللي وقع، وكان فرحان بزاف. الغد ليه الطبيب توماس غياخدهم كاملين باش يشوفوا الاستعدادات ديال الجيش والخطه ديالهم الى الالمانيين قربوا من البحيره. من بعد غيوريهم القوه ديال المدافع، وغيبداو يضربوا بالصواريخ على البحيره اللي فيها كروزو. في هذيك اللحظه انغيس خاف على كروزو لا توقع عليه شي حاجه، فحاول يمنعهم ولكن ما قدرش. وحيت انغيس كان غيتأذى الام ديالو غتعاقبو وغتحبسو في الدار. وفي جهه اخرى واحد من السكان ديال المدينه كان متاكد باللي شاف كروزو، فبقى كيراقب البحيره وجاب مصور باش يصور كروزو ملي يخرج، ولكن ما بانش ليهم واضطروا انهم يزيفوا الصوره، وهادشي بطبيعه الحال باش يتشاروا. وداكشي اللي وقع، الصوره ديالهم تشارات في الجرائد وشافها سترانغ، واللي غيأكد لصاحبه ووكر باللي شاف كروزو، فقرروا يمشيو يصيدوه في البحيره. في نفس الوقت غيهرب انغيس من الدار باش يمشي يشوف كروزو من بعد الضرب اللي وقع له، وغيمشي مع لويس. ملي وصلوا للشاطئ ديال البحيره انغيس بدا كيعيط على كروزو، حتى غيخرج لهم كروزو وكان كيحاول ياكل انغيس. لويس في هذيك اللحظه فهم بلي كروزو ولا متوحش وكيهاجم اي واحد من بعد داكشي اللي وقع ليه. انغيس بقى فيه الحال حيت خسر كروزو، فرجع للدار وهو مقلق، ولكن غيسمع الكلب ديال الطباخ كينبح، فعرف بلي شي واحد كاين في البحيره. وفعلا ووكر وسترانغ كانوا في البحيره وكيقلبوا على كروزو باش يصيدوه. غيبلغوا المركز بلي هما كيتعرضوا لهجوم في البحيره، وطلبوا منهم يضربوا بالصواريخ باش يعتقوهم. ولكن الباطو اللي هما فيه غيتقلب بهم وكان كروزو غياكل سترانغ. ولكن انغيس حاول يمنعو، بقى داخل وسط البحيره حتى غرق. في هذيك اللحظه كروزو رمى سترانغ ونزل باش يعتق انغيس. ملي خرجوا حاول لويس يفيقو. في نفس الوقت غيجي توماس وانا وغيشوفوا كروزو، فغتاكد ان بلي ولدها ما كانش كيكذب ولا كيتخيل. ولكن في واحد اللحظه الصواريخ بدات كتضرب في البحيره، وهادشي بطبيعه الحال بسبب البلاغ ديال سترانغ. فحاول انغيس يخلي كروزو يهرب على الصواريخ، ركب فوق منه باش يوريه الطريق. وحيت كانت العاصفه والشتا ما قدرش توماس يلغي الامر ديال اطلاق الصواريخ. في نفس الوقت الجنود اللي مكلفين بالمراقبه غيشوفوا شي حاجه كتحرك في البحيره، فغيصحاب لهم باللي غواصه المانيه جايه تهجم عليهم، ولكن في الحقيقه كان كروزو. فبقاو الصواريخ كيتضربوا، وغترفع الشبكه باش تمنع الغواصه اللي هي كروزو باش ما يتخطاش الشبكه. وغيكون توماس وانا راكبين في باطو تابعين انغيس باش يعتقوه من اللي غرق. انغيس قرر ينزل من فوق الدار ديال كروزو باش يتخبى تحت الماء ويتفادى الصواريخ. فمشى هو عند مول الباطو، وكروزو نزل تحت الماء وقدر ينقز من فوق الشبكه ويهرب للبحر. وملي وصل الصباح كان انغيس واللي معاه مازالين تما، فكروزو ودع انغيس ومشى باش يكمل ويعيش حياته في المحيط. هنا غنوصلوا لنهايه الفيلم ديالنا. الا عجبك الفيديو ما تنساش تضرب معاك ديك لايك، ولا ما كنتيش ما ابونيش ابونا باش يوصلك الجديد. المهم هذا ما كان معكم زويقير، تلاقاو في الفيديو الجاي.